الثورة والثوار. بدي احكي لكم قصة لتعرفوا مين هن هؤلاء السواح الفنادق ال5 نجوم اللي بيتنقلوا من باريس الى روما ومن روما الى اسطنبول ومن اسطنبول الى الدوحة. انا حكيت القصة في فضائية عربية اخرى، لكن احب ان احكيها على الفضائية السورية مشان كل الشعب العربي السوري العظيم يسمع ويعرف مين هن هؤلاء. في 31/10/2011 ب 30/10/2011 كنا في قطر، لجنة من الحكومة السورية برئاسة الأستاذ وليد المعلم نائب رئيس وزراء وزير الخارجية ودكتورة بوسينة شعبان والأستاذ فيصل مقداد وأنا. نعم. اجتمعنا يومها لمدة ساعات طويلة مع اللجنة الوزارية العربية إلى أن وصلنا إلى خطة سمت يومها خطة العمل العربي. في اليوم الثاني استقبلنا أمير قطر. احنا وداخلين لعند أمير قطر كان طالع من عنده راشد الغنوشي اللي هو الآن الحاكم بأمر الله في تونس، وبصفاقة فظيعة قال لنا أمير قطر إنه جاي ياخذ مصاري، وطبعا كان منتفخ الأوداج يعني متورم رح ينفجر إلا شوي، ما حاسس حاله أمير مشيخة قطر، كان معتبر حاله رئيس شي دولة عظمى من دول العالم. خلال الحديث لما حكينا وإنه إحنا اتفقنا مع اللجنة الوزارية على خطة العمل، بيقلنا كلام بالحرف التالي اللي عم لكم إياه تتشوفوا شو رأيه هو بهذه المعارضة السورية المأجورة من قبله وقبل أمثاله. بيقول: يا أخوان امشوا معنا، أنتم امشوا معنا وأنا بجيب لكم هذه المعارضة السورية كلها على الدوحة. اللي بده منهم يحاور وبيحب الحوار بنجيب له مين يحاوره. طبعا هو يعني يرمي إلى مثقفي الجزيرة معروفين، ما بيسميهم، ما بيستاهلوا يتسموا يعني. نعم. واللي منهم بده مصاري نعطيه مصاري، واللي ما بده يجي 60 عمره لا يجي. أنا بأمره للشيخ القرضاوي، هذا رئيس علماء المسلمين داعية الفتنة، هذا اللي عامل حاله رئيس جبهة علماء المسلمين، قال أنا بوجهه ليوسف القرضاوي يطلع على الجزيرة يبارك الاتفاق ويسوقه. هذا رأيه بالناس اللي عم تشتغل معه. لذلك يعني هذه المعارضة اللي أعادوها على بقعة سوريا والتي ليس لها أي تأثير في الشارع السوري، نعم، وليس لها أي تأثير في أي شارع، نعم، في أي شارع، هذا رأيه فيها هو. نعم. وأيضا سعادة السفير